وبعد أيها الأحبة في الله، عشنا واستمعنا واستمتعنا مع فضيلة القارئ الكريم فضيلة الشيخ السيد محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وهو العلم ابن العلم، أجل من أن يعرف. الطنطاوي الاسم الأغر اللقب، كريم الجرشة شريف النسب، شام وعلامة في جميل السلام، رحمة الله على الوالد الكريم. استمعنا إلى فضيلته وهو يتلو علينا أو يشدو علينا من أواخر سورة الكهف ذات 110 آيات قرآنا مكيا، ووصلا ببدايات سورة مريم ذات 98 آية كذا قرآنا مكيا. ولا أدري والله أبدأ من البداية أم أبدأ من النهاية، ولكن أضرب في كل باب بسهم، حيث بدأ من القارئ الكريم من أواخر سورة الكهف. ففي عجالة سريعة نمر مرور الكرام على سورة الكهف، ثم ندلي بدلونا في سورة مريم. سورة الكهف لها مزية خاصة. سورة الكهف بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد. صليتم على رسول الله؟ أنا حاسس إن أنا في وادي والناس في وادي، حتى لو صلى على رسول الله هم نايمين. أبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. سورة الكهف سيدنا الشيخ سيد، سورة الكهف بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد. سورة الكهف اشتملت في طياتها على الكلمة التي شطرت القرآن نصفين، أي قسمت القرآن نصفين. سورة الكهف كان لها سبب نزول، وفي النزول سبب وفي السبب عجب. أولا سورة الكهف بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد من خلال قوله سبحانه، بدأت بالتوحيد من خلال قوله سبحانه: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، بتوحيد. وختمت بالتوحيد من خلال قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده توحيد، في البداية توحيد، في النهاية توحيد. شطرت القرآن نصفين الكلمة من سورة الكهف، ألا وهي قول الله سبحانه: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. قسمت القرآن نصفين. سبب نزول سورة الكهف على المدينة، نجيب سبب النزول وبعدين نرجع لسورة مريم. سبب نزول سورة الكهف على النبي أن قريش أرسلت وفدا من عندها إلى اليهود في المدينة، على رأسهم عقبة بن أبي معيط. ذهبوا إلى اليهود في المدينة وقالوا لهم: ظهر عندنا في مكة رجل يدعي أنه نبي، إيدينا في إيديكم، عايزين نعجزه. ظهر عندنا في مكة رجل يدعي أنه نبي. فقال أحبار اليهود لعقبة بن أبي معيط، قالوا له: سألوه عن أشياء لا يجيب عليها إلا نبي، إن أجاب فهو نبي وإلا فهو ليس بنبي. سألوه عن أناس في الدهر الأول
سألوه عن رجل جاب الأرض مشرقا ومغربا، سألوه عن الروح، إن أجاب فهو نبي وإن لم يجب فهو ليس بنبي. فجاء عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد إني سائلك ومشدد عليك في السؤال. فقال له النبي: سلني. قال: يا محمد أخبرنا عن أناس في الدهر الأول، أخبرنا عن رجل جاب الأرض مشرقا ومغربا، أخبرنا عن الروح. فقال لهم النبي: سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. فلحكمة يعلمها الله ينقطع الوحي عن النبي 15 يوما. كل ما ينظر النبي إلى السماء ينتظر الفرج، لا ينزل جبريل. لحكمة يعلمها سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. فإذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ، وفي كل يوم يمرون على النبي: يا محمد أحضرت الإجابة على الأسئلة؟ والنبي لا يفتي من عنديات نفسه، يقول: غدا غدا غدا. وبعد 15 يوما ينزل الفرج من السماء، وينزل الأمين جبريل على النبي ويقول له: يا رسول الله، يسألونك عن أناس في الدهر الأول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وبكهفهم سميت الصورة، ويسألونك عن رجل جاب الأرض مشرقا ومغربا كلهم، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض، إلى آخر الآيات. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم ينزل عتاب الله لنبيه وتربية الله للنبي وللأمة كلها في شخص النبي: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. تربية الله للأمة كلها في شخص النبي: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. ده سبب حبيبي لنزول سورة الكهف على النبي. عقبة بن أبي معيط على رأس غرفة المشركين، عقبة الذي ذكر الإسلام يوما بخير أمام صديقه النضر بن الحارث، وفيه نزل قول الله سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه. وبيعض إيد ولا بيعض الأنام؟ بيعض إيد. ويوم يعض الظالم على يديه، اللي هو عقبة بن أبي معيط. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، اللي هو النضر بن الحارث. عقبة ذكر الإسلام كاد أن يسلم، فقال له صديقه الشقي النضر بن الحارث: قال: تذكر محمد البخير أمامي؟ والله لا أحدثك ولا أكلمك حتى تجمع البصاق في فمك وتقذفه في وجه محمد. فتسلم ليه؟ فذهب عقبة بن أبي معيط استجابة للشقي صديقه النضر بن الحارث، ووقف أمام النبي عقبة بن أبي معيط وجمع البصاق في فمه وقذفه يقصد الوجه الشريف، فرد الله بصاق عقبة نارا أحرقت وجهه بقدرة الله. وفيه نزل قول الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أسر الاثنين في غزوة بدر، عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، فأمر النبي بقتلهما في الطريق من بدر إلى المدينة. ده سبب نزول آيات سورة الكهف: تعالوا بنا سويا، يدي في يدك وقلبي مع قلبك، مع آيات سورة مريم، سورة البتول الطاهرة الكاملة على نساء زمانها، مريم ابنة عمران الكاملة على نساء زمانها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. مريم ابنة عمران
وبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا بنت مزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. مريم البتول الطاهرة العفيفة أنزل الله سورة كاملة اسمها. وللحديث عن سورة مريم نحتاج إلى آيات سورة آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. العيلة كلها طيبة، الأسرة كلها طيبة، ذرية بعضها من بعض. وفي بداية سورة مريم يحكي ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه زكريا: قال رب إني وهن، عايزك تعيش مع الآيات كده، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولا شعراء واحدة سورة، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أول يحيى على وجه الأرض هو يحيى بن زكريا. ومين اللي سماه؟ الله الذي سماه. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أول تسمية ليحيى على وجه الأرض هو نبي الله يحيى بن زكريا على الجميع وعلى نبينا أفضل الصلاة. تعرف العلماء لما بيحللوا وجه تسمية يحيى ليه ربنا سماه يحيى؟ قال لك في الاسم إشارة. ربنا سماه يحيى ليه؟ لأن الله أحيا به رحم أمه بعد أن كانت عقيما لا تنجي. حلوة وجميلة صح؟ سماه يحيى ليه؟ لأن الله أحيا به رحم أمه بعد أن كانت عقيما لا تنجي. وفي رواية أخرى بعض أهل العلم وثقها قالوا بأن الله سماه يحيى ليه؟ لأن في الاسم إشارة أن يحيى سيموت شهيدا والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى يحيى في الدنيا ويحيى في الآخرة، يحيى حياة بعد حياة، يحيى في الدنيا ويحيى في الآخرة. قالوا وبالفعل مات نبي الله يحيى شهيد أخذه اليهود الملاعين وكان يقف بجوار أبيه يصلي. ليه السبب؟ في زمانه الملك شرب الخمر فغار فلعب برأسه فوقع على امرأة محرم الله، كانت أخته خالته عمته ما تعرفش، المهم هي إيه؟ محرم ليه، فحملت منه. طب هنعمل إيه في الورطة دي؟ قالوا هات المفتي يبيح لنا زواج المحارم. مين المفتي؟ قالوا يحيى بن زكريا. يحيى نعم أبح لنا زواج المحارم. قال لا تحل لك. ازاي يعني؟ حد يتجوز امه ولا خالته ولا عمته ولا؟ لا تحل لك يا يحيى. قال لا تحل لك. فقالت المرأة البغي للأمير ما لي رأس يحيى، لازم تقطع رقبته، لازم يتقتل. فأرسل الملك جنوده خلف يحيى وكان يقف بجوار أبيه يصلي، فأخذوه. وكانت بشرى سيدنا زكريا بالمولود يحيى وكان فين؟ يقف يصلي أيضا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك به. لا قاعد على الناصية ولا قاعد على الكوبري ولا قاعد على القهوة، كان يقف يصلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يبقى مظنة استجابة الدعاء في المحراب وفي الصلاة، مش كده ولا لا؟ فكان زكريا كان يحيى يقف بجوار أبيه يصلي فأخذه اليهود الملاعين، كان يقف بجوار أبيه يصلي أخذوه وقتلوه
ففصلوا الرأس عن الجسد وقدموا الرأس على طبق من ذهب للأمير، فأخذ الأمير الطبق من ذهب وقدمه للمرأة البغي مقطوع يشخر دما، فأنطق الله الرأس المقطوع قائلا لا تحل لك يا عدو الله، لا تحل لك. ذرية بعضها سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وبين سيدنا عيسى، اللي سميت السورة باسم مريم ابن خالتي، ولذلك قال النبي في حديث المعراج الطويل قال رأيت ابن الخالة يحيى وعيسى بن مريم، اثنين ولاد خالة من عيلة واحدة، أسرة كلها طيبة. لو تأملت في آيات سورة مريم تجد أن سورة مريم لها طابع خاص. هات كده معايا من أول الآيات، من أول السورة وآخر السورة، عشان نقول بالمثال يتضح المقام. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، مش كده؟ إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هو حرف واحد مش كده؟ طب تعالى على أواخر السورة كده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. السورة كلها بتختم بحرف واحد، كلها من البداية للنهاية إلا الآيات التي تتحدث عن عيسى بن مريم أخذت حرف ثاني. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. حرف ثاني خالص. عارف الصراط ده الغالب عليه اللون الأسود مش كده؟ طب لو جينا على فراشة واحدة منهم وخليناها لونها أخضر تقوم تعمل إيه؟ كل اللي داخل من بره يبقى عينه عليه مش كده؟ تبقى علامة مميزة. هي دي عمليات الصراط ده. الآيات كلها بحرف واحد، آيات نبي الله عيسى بن مريم وحرف مختلف، كأنها تلفت الانتباه لهذا الميلاد المعجز لهذا النبي الكريم نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كان نفسنا نطور شوية أكثر من كده، ولكن معانا بعض الأحبة مسافرين على سفر والسفر طويل معاهم، نكتفي بهذا القدر وفي هذا القدر كفاية. وطيب بقية عزائي من هذا المكان لها ثلاثة اشتقاقات. الشق الأول منها إلى رب الفقيه، أسأل الله العلي العظيم أن يجعل ليلته هذه أسعد ليلته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا تجاوز عن سيئاته. أبدله اللهم أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وجيرانا خيرا من جيرانه. أفسح له في قبره مد البصر، نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اغسله اللهم بالماء والثلج والبرد. والشق الثاني منها الى اسره الفقير اقول لهم فيها عظم الله اجركم. الشق الثالث منها الى حضراتكم اقول لكم فيها شكر الله سعيكم وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.